اصدقائي المشاهدين، صباح الفل او مساء الفل على حسب الوقت اللي بتتفرج عليه. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. هنتكلم النهارده كده بسرعه على موضوع البث والرعايه، الترند اللي موجود في الاعلام الرياضي بقاله كام يوم. مبدئيا كده عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم في ايه، لازم نعرف نميز بين الرعايه وبين البث، نفرق بينهم. لكن اللي انا عايز اقوله لكم ان لازم اول حاجه تعرفوها ان مفيش حد بياخد نصيب حد او حد بياخد نسبه من عند حد او زياده عن حد في موضوع الرعايه. عشان كل الانديه بالذات هنتكلم عن الاهلي والزمالك كل واحد بيبيع حقوقه منفردا، يعني مش مع بعض كده، والشركه الراعيه هي اللي بتقسم. فاللي انا عايز اوصله من بدايه الحلقه ان كل واحد بيبيع حاجته لوحده وهو وشطارته زي ما بيتقال. نيجي بقى للموضوع اللي بعد كده، هو انت كراجل عايز تبيع العلامه التجاريه بتاعتك، هتبيعها ازاي؟ هي بضاعه، يعني زي ما كنت كاتب من كام يوم كده ان البضاعه بتاعتي هتتباع ولا لا قبل ما افكر المحل هاجره فين وهدفع في الايجار كام. الاول البرودكت بتاعي او البضاعه هعرف ابيعها ولا لا، ولو هي بياعه ده كده كده هي دي الاساس في الموضوع كله. فعشان نبقى فاهمين الموضوع ده تعالوا نحسبها بالورقه والقلم، وهنطلع بقى الموضوع الاهلي والزمالك دلوقتي من القصه دي. احنا هنتكلم بس مقارنه خفيفه بينهم، لكن مش هيبقى ده الاساسي بتاع الحلقه. اول حاجه مثلا، اول حاجه ليه يعني الرعاة بيروحوا للانديه زي الاهلي وبياخدوا فلوس او بيدوا فلوس زياده عن الزمالك؟ هقول لك ليه. هو طبعا ميدو طلع من كام يوم يتكلم في الموضوع ده. على فكره انا عايز اقول بس للناس محدش يزعل من ميدو. ميدو اعلامي او يعني راجل بيعرف يتكلم ويجيب حق الزمالك كويس، وهو قال كده بنفسه. الراجل قال لك لما الزمالك بيعمل حاجه صغيره انا بحاول اطلعها في اعلام حاجه كبيره. بيدافع عن ناديه بطريقه غير مباشره، غير الرموز او الكادر الاهلاويه عندنا اللي بيقعدوا يهزوا راسهم بس في الاستوديوهات، اغلبيتهم طبعا، وحد يشتم لعيب وده يتنمر معاه عليه، وقصه كبيره مش عايزين ندخل فيها، هنعمل لها حلقه لوحدها. لكن اللي انا عايز اقوله محدش يجي على ميدو مش عشان حاجه معينه، هو الراجل بيعرف ازاي يبروز او يعظم النادي اللي بيشجعه. لكن ميدو غلط طبعا في موضوع ان الزمالك خد الدوري اخر سنتين فلازم ولازم ولازم، الكلام ده مش منطقي. انا كشركه راعيه باجي اشوف النهارده النادي اللي انا هتفاوض معاه او هتعاقد معاه او هبقى الراعي ليه بيعمل ايه في اخر 5 سنين وهيعمل ايه في ال5 سنين اللي جايين، هي بتتحسب كده. فطبعا الاهلي بعيد عن اي منافس ليه جوه القاره، انا مش هجيب بقى في الدوري المحلي، جوه القاره الاهلي بعيد عن اي منافس ليه بارقام كبيره جدا كتاريخ وكالقاب. لكن لو عايزين ندخل في حته الزمالك، انا النهارده كراعي هروح للنادي الاهلي، مش هبص ان الاهلي خسر الدوري اخر سنتين، لا انا ببص في اخر 5 سنين الاهلي عمل ايه. الاهلي خد 3 دوري، الاهلي لعب 4-3 فاينل افريقيا، الاهلي راح مرتين كاس عالم انديه خد برونزيتين، قصه كبيره. هي بتتحسبش كده. وال5 سنين الجايين انا بروميسنج ان انا شايف ان النادي ده ممكن يعمل حاجه بتاريخه بقى، هنا نرجع لنقطه التاريخ. لكن الزمالك مثلا واخد دوري اخر سنتين، دي حاجه كويسه على فكره وتعلي ومش بتريق، بس عمره عملها في تاريخه انه خد الدوري اكتر من سنتين؟ لا ما حصلش. الاهلي خدها 6 و7 و8 و9 مرات متتاليه، فدي حاجه بتسمع لو بنتكلم في التاريخ. الاهلي في اخر 20 سنه، في اخر 20 سنه واخد 7 القاب افريقيه، 7 القاب منهم، وغير 11 فاينل، 11 فاينل افريقي. الزمالك في اخر 20 واصل 2 فاينل، اخر 20 سنه واصل 2 فاينل وما خدش ولا لقب. هي دي المشكله، هي دي المشكله اللي جمهور الزمالك لازم يعرفها. طلع ميولك على جنب، لازم تعرف انت بضاعتك بتبيعها ازاي. وطالع ميدو اتكلم برضو قال لك اصل مجلس الاداره، وان واحد يطلع دلوقتي يقول لك مجلس الاداره لما بيتحل من الحكومه والكلام ده كله ده سبب مشاكل. طب هو مرتضى منصور السنه اللي قبل اللي فات لما كسب وكان العتال اعتقد نائب الرئيس وفي مشاكل في النادي عشان لازم هما الاثنين يمضوا او هما الاثنين يبقى في اتفاقيه بينهم فيه، والراجل ما كانش بيخش النادي اصلا، دي البلد ليها دخل فيها. لما ممدوح عباس رفع قواضي على الزمالك علشان ما بياخدش فلوسه اللي هو كان دافعها، دي ليها علاقه بالبلد. اللجان المؤقته للزمالك عملت مشاكل، بس مش هي دي المشكله الرئيسيه. المشكله في الزمالك من الاساس، وهي برضو مشكلته في تاريخه. دي كده الموضوع عشان نقفله موضوع الرعايه. لكن برضو نبص، انا هديكم مثال صغير جدا. طول عمرها معروفه احسن موبايلين في العالم في الابل هو ايفون، وفي الاندرويد سامسونج. طب الشركه اللي ظهرت في اخر 5 سنين او 6 سنين اللي هي هواوي دخلت السوق ازاي؟ هي قالت لك لازم انافس، مش هقدر انافس الايفون فهدخل انافس في الاندرويد. راحت لاقوى حد في مصر او في الكوره عامه، راحت للنادي الاهلي عشان طلعت دخلت مصر عن طريق النادي الاهلي، ودلوقتي نسبيا بقت قادره تنافس سامسونج. يبقى هي هنا ده اسمه الذكاء، ان انا ازاي اعرف اروح لبضاعه بتتباع بسرعه. نفس القصه اتصالات، شركه اتصالات ما كانتش موجوده اصلا، واول ما طلعت راحت راعي للنادي الاهلي، ما دورتش على نادي تاني، راحت لراعي للنادي الاهلي عشان تقدر تنافس فودافون وموبينيل ساعتها قبل ما كان يبقى اسمها اورنج. ف يعني هو بيشوف ازاي يدخل السوق، فبيشوف مين الشركه اللي هيخش عليها. ونفس القصه بقى دلوقتي للرعاة الجداد. الزمالك كان من 3 سنين بتراعي، يعني كان الراعي ليه 3 سنين ورا بعض. ليه سابها وراح الاهلي السنه اللي فاتت؟ ليه؟
دي علشان بيحب الاهلي اكتر من الزمالك. هو الراجل شاف في الثلاث سنين ما جالوش المردود اللي هو كان مستنيه، لكن هو لما راح بقى لعب لما راح للاهلي حس بالقيمه دي. طيب يبقى احنا دلوقتي ليه علاقه باهلي وزمالك؟ ليه علاقه باهلي وزمالك بالسوابق واللي جاي كمان. اللي باين قدامي ان النادي هيتطور او هيجيب لنا حاجه كمردود. النادي الاهلي مثلا عنده 4 فروع، نادي الزمالك عنده فرع واحد. انا النهارده كراعي اعلاناتي هتتشاف في 4 فروع في 4 اماكن مختلفه ولا هتشاف في مكان واحد؟ انا اسمي النهارده هيتحط في دوله زي قطر ولا الامارات ولا اليابان ولا الصين ولا في كاس عالم انديه، ولا هيتحط يفضل في الدوري المصري؟ انا مثلا في كل سنه سنه لا او كل سنتين اسمي هيوصل لفاينل شامبيونز ليج في افريقيا. طب وبعدين دي حاجه كويسه. فهي الموضوع ملهاش علاقه باهلي وزمالك اكتر من الانديه. ولو هنمسك بسرعه كده انا عايز اديكم اكزامبل او حاجه سريعه. في اوروبا انا كنت كاتب الكلمتين دول برضو لازم اقولهم لكم. اوروبا احنا مثلا من 10 15 سنه كنا نسمع عن مانشستر سيتي نادي في الدوري الانجليزي، لكن كان بومين كده وكان بالقوه دي؟ لا، ما كانش بالقوه دي. لكن لما جم المستثمرين الاماراتيين دفعوا وقالوا مسكوا النادي، عملوا خطه بقى نادي بيتعمل له 1000 حساب، بقى القيمه التسويقيه بتاعته اكبر قيمه تسويقيه في العالم، في شامبيونز ليج بقى بياخد دوري من مفيش نادي بقى العالم كله بيتكلم عليه. بس دي خطه مش في يوم وليله انا لازم ابقى زي مانشستر يونايتد والارسنال. طول عمرنا الدوري الانجليزي بالنسبه لجيلي انا مانشستر يونايتد وارسنال. ليفربول بقى كده على استحياء ونفس القصه مع تشيلسي. لكن مانشستر سيتي دلوقتي قدر انه يخش في الدوامه دي. برشلونه من فتره كبيره ما كانش قادر يجاري ريال مدريد. جه لابورتا عمل خطه وقال لك يا جماعه هنقعد ونعمل 1 2 3 علشان اقدر انافس ويقدر يجي لي اعلانات. عملوا الخطه والناس قدرت وجالها فلوس وبقى زي ريال مدريد، واوقات بقت زياده عن ريال مدريد. ومن سنتين او 3 اعتقد خدت نسبه بس او نسبه رعايه اكتر من ريال مدريد. انتوا متخيلين؟ وكان ساعتها ريال مدريد فيه رونالدو. ما هو ده اللي انا عايز اوصل لكم. انا الخطه بتاعتي ايه؟ فعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، هو جمهور الزمالك انا حاسس بيه او بتفكيره، بس انا بقول له التفكير بتاعك ده غلط. جمهور الاهلي يفضل يدعم، هو دي شغلته. جمهور الزمالك بس لازم يعترف ان في مشكله عنده تاريخيه، زي ما هو ما بيتكلمش على التاريخ في دي لازم يتكلم في دي. عنده تقصير في الثبات، في انه في الاداره، ان انا ازاي اعمل براند للنادي بتاعي او الاسم النادي بتاعي اقدر ابيعه. لكن هو ما عندوش دي ان ما فيش بطولات، في على طول مشاكل. مش هقول لك اتعلم من الاهلي عشان الموضوع ده بيعمل حساسيه، لا احنا نتعلم من اوروبا. كل نادي عايز يطور نفسه لازم يشوف هو بره بيعمله ايه ويقلده. موضوع مش بعشوائيه كده انا اصلا القطب الثاني وانا تاني الدوري وانا بطل افريقيا، لا. هو الموضوع كله بالورقه والقلم. الناس الرعاة دول مش هبل، مش بيدفعوا فلوسهم في الارض ويخسروها وخلاص. فعشان كده لازم نادي الزمالك يقعد يفكر والموضوع يهدى شويه. هو بالورقه والقلم الاهلي اللي يستاهل عقد رعايه اكبر. موضوع البث ده انا ممكن اكون شايف ان النسبه فعلا فيها جاب كبيره، بس هو برضو لو رجعنا انا كشركه بوزع انا شايف ان الاهلي يستاهل اكتر. بس النسبه ما تبقاش هي دي كلها، دي وجهه نظري. ممكن تقل شويه يعني اكس واكس ونص، 1 1 ونص، لكن ما يبقاش 1 و2. الدبل دي كتير جدا. بس هو ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه معاكم في حلقه النهارده. يا ريت يبقى الفكره وصلتكم. استنوني في فيديوهات جديده واشوفكم في حلقه جديده. سلام عليكم.